بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وليد معروف، بلجيكا، 12/6/2023. في هذه السانحة أريد أن أناقش تسجيل الدكتور محمد جلال هاشم الصادر في 5/6/2023، وكان تسجيله عبارة عن مناقشة لبيان حزب المؤتمر السوداني الصادر في يوم 4/6/2023. هعرض لكم جزء من كلام الدكتور وبعد ذاك أعلق عليه، ولأنه شوية لقيت التسجيل طويل والتعليقات ذاتها أخذت مساحة، فحقوم أقسم التسجيل لحلقات، قد تكون 4 قد تكون 5 حلقات، لكن حتناقش كل التسجيل من وجهة نظر الدكتور. يعني الدكتور هو القرأ البيان وهو الناقش البيان، وانا حناقش كلام الدكتور في البيان. وهعمل العملية دي ليه؟ للأهمية يعني بتاعة تعليق الدكتور محمد جلال هاشم، والأهمية الأكبر البيان بتاع حزب المؤتمر السوداني، وده مربط النقاش. يعني اللفت نظري لموضوع البيان ده إنه أنا زول رافض للحرب، لا للحرب بكل أشكالها، ما تقول لي بأي شكل من الأشكال أنا رافض للحرب تماما، لا للحرب لا للحرب. فطبعا من أصدقائي والجروبات الحولي وكده قاعدين أي شيء بيخص لا للحرب دي أو بيضغط في إنه أنا لازم أكون مع الحرب ولا أكون مع الجيش وكده، قاعدين يرسلوا لي حاجات ومصرين على إنه أنا يعني قاعد ألزق أي شيء في الكيزان وبتاع. فالتسجيل بتاع الدكتور محمد جلال هاشم ده كان بالنسبة لهم عبارة عن فتح كبير جدا جدا، فجاني من جهات مختلفة، جاني من الكوز وجاني من الغير كوز، جاني من النوبي المحسي لأنه الدكتور افتكر من جهة جوهوية من هناك، جاني من كمادة علمية لأنه الدكتور بيمتلك ثقافة وعلم كبير ما شاء الله، ومنظر ومثقف شرقي وغربي. جاني من جماعة الحركات المسلحة، خصوصا جهة الحركة الشعبية فرع الحلو. فوجدت من الأهمية إنه أرد عليه وأرد على الجميع بقشة واحدة، يعني ما أرد كله لواحد لوحده، ولأنه التسجيل متشعب وكده. لكن الرد حيكون للجهوي وللحكومي وللشعبي لكل الجميع يعني في وقت واحد. زي ما ذكرت حخلي الدكتور يتكلم، وبعد ذاك أنا أعلق على كلامه. نسمع كلام الدكتور. قلت بأن قحط السلام عليكم جميعا. أنا محمد جلال هاشم، هنا في الخرطوم، يوم 6/6/2023. في هذا التسجيل أريد أن أناقش البيان الذي صدر من حزب المؤتمر السوداني بالأمس، وستكون مناقشتي له تأسيسا على تسجيل سابق قمت به بمجرد اندلاع الحرب، وقلت فيه بالتحديد بأنه لا ينبغي أن نشوط قحط وندعي أن قحط هي التي صنعت
هي التي دفعت إلى الحرب. وقلت ذلك بحكم تبريري إلى أن وجود جيشين في دولة وطنية واحدة هو وور ريسيبي، دعوة للحرب، والحرب حتقوم من باب الضرورة للتناقضات التي سيوجدها مثل هذا الوضع. وقلت بأن قحط عندما حذرت من الحرب لأنها أدركت التناقضات هذه بحكم طلوعها في العملية السياسية، ولكن بعد أن اندلعت الحرب واستمرت، مواقف قحط كانت غريبة للدرجة التي وصفها الكثيرون وعلى رأسهم الدكتور عمرو صالح ياسين بأنهم يمثلون غطاء سياسيا لميليشيا الجنجويد، وذلك كان وصفا صحيحا ولا يزال. على خلفية هذا سوف أناقش محتويات هذا البيان، ولن أتوقف كثيرا في وصفهم للحرب بأنها عبثية وكذا. ما في حرب ضرورة بتكون عبثية، ما في حرب كويسة أصلا، لكن إذا هوجمت واضطررت إلى الحرب فلا يمكن تصف الحرب بأنها عبثية. وبالتالي البيان بتاع المطور السوداني تأخر كثيرا، بتاع المكتب السياسي اللي احنا كدنا أن نكمل شهرين منذ اندلاع الحرب، لكن كويس انه يطلع بيان. وبيقول في البيان انهم هم اتخذنا في حزب المؤتمر السوداني موقفا واضحا وصارما مناهضا لهذه الحرب العبثية منذ اليوم الأول لاشتعالها. أولا وصفها بالعبثية كما قلت هو بيوري انه يعني يتناقض مع الكلام اللي قالوه في انه عن التناقضات البنيوية التي أدت إلى هذه الحرب، وده استهلاك كلامي وانجرار وراء كما قلت الألفاظ الطنانة والرنانة التي لا طائل ورائها. بعد ده اتكلموا عن انهم أيدوا الموقف بتاع المبادرة السعودية الأمريكية، لأن وصفوها الوساطة السعودية الأمريكية المقدرة معناها هم مباركينها للوصول إلى وقف إطلاق نار قصير الأمد للإيفاء بالمتطلبات الدنيا للاحتياجات الإنسانية المدنية. بعد البيان طوال يقول إلا أنه قد تم خرقه بصورة متكررة عبر انتهاكات كررنا إدانتها المغلظة لها من مواجهات مسلحة واعتقالات المدنيين وإعاقة لوصول المساعدات الإنسانية واستمرار تواجد قوات الدعم السريع في المرافق العامة ومنازل المدنيين والتعدي عليها وعلى قاطنيها وتواصل القصف الجوي والمدفع العشوائي. أنا أفتكر الكلام ده كلام مفخخ وكلام يذكر جانبا من الحقيقة كما يخفي جوانب أخرى. أين هي الاعتقالات؟ ما هي الجهة؟ عندنا الدولة وعندنا ميليشيا الدعم السريع، أي جهتين قاعد يعتقلوا عشوائيا. ميليشيا الجنجويد قاعد تعتقل في كل الضباط المعاشيين، كان ضباط جيش، ضباط شرطة، ضباط جمارك، ضباط أي شيء بيلاقوهم بيعتقلوا، أي سياسيين ما في قحط بيعتقلوهم. منور قاعد يوقف المدنيين يفتشهم، يعوق سر حركة المدنيين. ميليشيا الجنجويد بالتالي إذا أنا شايل حاجات وداير أعبر كذا تفتيش بلغي الفكرة. يفتشوا ليه؟ هذا مقروءا
مع انتهاكاتهم ونهبهم، كان للعربات، كان للممتلكات، كان للأموال، كان لأي. طيب يا دكتور، سمعنا الجزئية دي للدكتور، أنا هناقشها بعد ذاك تاني نسمع منه ونمشي لقدام بإذن الله. الدكتور بدأ تسجيله بأنه بنشط ذاكرته لتسجيل له هو ذاته، نشر له مع بداية الحرب، وحاول فيه إنه رفض الشيطنة بتاعت قحط، وده كان تمهيد لأنه يورينه هو حيادي وموضوعي في التسجيل الجديد ده، رغم إنه كان غير موضوعي تماما. داير يورينا الموضوعية بتاعته ويبحر في التسجيل الجديد ده. تسجيل مربك، و أي زول بيفكر باتساق التسجيل ده مربك جدا بالنسبة له. أشار الدكتور لوجود جيشين، دولة بجيشين، هذا يعني دعوة للحرب، وور رسبي سيدي أفتكر. الدكتور اتحدث عن النقطة دي كأنه أعاد اكتشاف العجلة، كأنه ده مواقع بيعرفوا أي بتاع في الريشة بتاع ليمون توتي في السوق العربي الخرطوم، عارفين الكلام ده. دولة فيها ما يقارب 8 جيوش وكلها مغبونة، ودولة غير راشدة بجانب تجارب الحروب اللي احنا كلنا خضناها من الاستغلال. أي نذر بالحرب أكثر من هذا بيحوجنا لتنبؤات أو قراءات كف بمصطلحات شرقية وغربية من الفكي محمد جلال هاشم ليوقظنا. أي نذر بالحرب. المهم بدأ الدكتور في التشكيك في مواقف قحط كويس بعد اندلاع الحرب واستمرارها. يلا نشوف التشكيك ده بدأ كيف. قال وحتى وصل الأمر أن يتحدث بأن هناك كثيرين، وخص بالذكر اسم دكتور عمرو صالح ياسين، يتهمون قحط بأنها تمثل قطاعا سياسيا لميليشيا الدعم السريع. تمام، عشان عمرو صالح ياسين قال كده، الدكتور قام يتبنى الأمر وعلى خلفيته قرأ البيان. وطبعا دي بداية غير مبشرة تماما لرجل زي دكتور محمد جلال هاشم، أن العامة يعني الناس منتظرة منه قراءة حيادية وتفكيكية وبتجرد كي ينتفع الجميع لتحليلاته التي لطالما انتظرناها، ولكن يعني اطلق الحكم قبل المداولة أفتكر دي ما موفق فيها. كمان أنا عندي سؤال، يعني منو هذا العمرو صالح ياسين؟ منو ده دمه؟ حقيقة سألته وقمت عملت لي زي يعني جواي دخل تساؤل، منو الذكر بالاسم ونحن ما سمعناه كرمز فاعل له دور في القضايا الوطنية أو الفكرية والاجتماعية في أي مرحلة من المراحل بتاعت الثورات السودانية يعني. ونحن ده تاريخ عشناه وما يحكوا لنا يعني عشان يستدلوا به وبمغولاته وفي أمر الجلل كالذي يجري في السودان الآن. يعني الاستدلال به زي كأنه جيفارا ولا الحاج وراق ولا النهرو، يعني سمي ما شئت يعني من المسميات التي لها ما لها في الأمر النضالي عموما والشأن السوداني خصوصا. يعني ما لقيت عمرو صالح ياسين. عموما أنا لفيت كده في السفير ده، طبعا بيقى ساهل الواحد يفتش بقليل من البحث كده. يعني تعرفت على الدكتور عمرو، وجدته طالب بتاع دكتوراه في اسكتلندا، وهو ابن المرحوم الدكتور صالح ياسين. طبعا صالح ياسين برضو أخصائي بتاع باطنية معروف يعني في السودان،
كان مدير الأسبق لمجلس التخصصات الطبية المسيس والمثير للجدل في عهد الإنغاز وسط جمهور الأطباء. بالتالي لم أجد ما يميز الدكتور عمرو المشغول بحياته الخاصة، ما عندنا فيها شغل، عمله ودراسته، أسرته الصغيرة، وبعض الكتابات باللغة العامية، غير أنه من المعجبين جدا بالدكتور محمد جلال هاشم، ويعتقد في أنه الهادي إلى صراط التنوير والتعريف بمشاكل الثقافة والهوية السودانية. أفتكر دي العلاقة، واتطورت صداقة بينهم، ومكاتباتهم موجودة في الأسافير تعضد الكلام اللي قلنا ده. كل هذا وهو أيضا يستشهد بك، يعني هو ذاته عمرو ياسين بيستشهد بدكتور محمد جلال هاشم، يعني هذا شكارة اللاكة ده يستشهد بده. تمام، مبروك عليكم، ويعني ربنا يوفقكم في صداقتكم وكده وفي شكر بعض. لكن بالله عليك، ما هذا الاختزال للقضايا وحشرها في مثل هذا الضيق الذاتي؟ كيف تستدل بقول شخص، لا أقول نكرة، لكن غير معروف في وسط الكبسيب الحاصلة دي، ولم يسمع به غير نخبة محددة من أولاد المصارين البيض، مقابل أسماء نعرفها جيدا وتعرفونها كخالد سلك، محمد الفكي، وجدي صالح، صامولة، مدني، عباس مدني، إلى آخره من الأسماء ومن المناضلين المعروفين وقاعدين في الشارع، وأصحاب التاريخ النضال الناصع لصالح جماهير الشعب السوداني المتعبة في كل مراحلهم العمرية والدراسية، تجدهم مناضلين. فما أعرف مين زكي جمعة ده زي ما قال عادل إمام، مين عمرو صالح ياسين ده. وصف عبثية الحرب وقفت فيه كتير ورجعت له تاني كده وقلت بأشكال مختلفة. طيب انت حددت، قلت حاجة، قلت إذا هوجمت، يعني في زول هاجمك بقت عليك حرب ضرورة. تمام، قال لي تهاجم منه برضو. انت في معرض حديثك قدام قلت الحميدتي هاجم البرهان، معناته الهاجموه البرهان سيد السماية وسيد الطهور. جمارك قال دي حرب عبثية. هيا يا اخوانا، انا اسمي ولدي عبثية، تجي انت تسمي لي ضرورية؟ كمان نكون منطقيين يا دكتور. سيد اللعبة ذاتها قال دي حرب عبثية، ودرد للجزئية دي في الوقت الحالي، لأنه أنت تعرضتها قدام تاني بشكل مختلف، وحرد عليك لها تاني بشكل مختلف إثبات العبثية. يبقى الهوجم هو البرهان، وسيد اللعبة قال حرب عبثية. بالتالي حزب المؤتمر السوداني في بيانه كتبوا حرب عبثية، وقد يكون عندهم كمان هو مسوغات اللي إنها عبثية. فبالتالي أنا ما بعتبرها، وإنت شايفها ضرورية، هم شايفينها عبثية. طيب يعني بعدها جيت اتكلمت عن التوقيت بتاع البيان وقلت تأخر كثيرا، وافتكر دي طبعا حاجة تقييمها ما بيكون عندي ولا عندك، وقد يكون في تأخير من الحزب وعندهم مسبباتهم، والعلم عند الله وعندهم طبعا، فما أقدر أفتلك فيها كثير دي. بعدها جيت اتكلمت قلت من الجيد أن يخرج بيان. أول شيء حزب المؤتمر السوداني ده ناس بروفيشنال وناس ضالعين وجاريين في الخدمة في الشغل السياسي ده، وقايدين واحد من الأحزاب التقدمية جدا، وافتكر ما حتفوت عليهم حاجة زي دي. فأنا أثني رأيك، من الجيد جدا إنه الأحزاب تطلع بيانات وتعمل أبديت لكل فترة وفترة وكذا، ممتاز، دي أثني رؤيتك فيها. بعد ذلك تحدثت عن المشاكل البنيوية
وثقلت جدا على كلمة البنيوية وعن حجمها الذي يمنع إطلاق كلمة عبثية على الحرب. طيب أنت في وجهة نظرك هذه مشاكل بنيوية، الحرب دي اللي هي عملة الحرب دي، أنا شخصيا شايف الدولة بتتكون من أرض وشعب، ده تعريف البسيط للدولة. المشكلة البنيوية بتكون وين؟ بتكون في بناء الدولة دي، أما تكون في مشكلة في الأرض أو في الشعب. بالتالي مشكلة الأراضي المحررة تحت يد حركة مسلحة منفصلة من البلد محررة، مسمينها محررة، أنا بفتكر دي مشكلة بنيوية كده، دي مشكلة بنيوية. أما يكون في جنوسايد في الدولة دي مشكلة بنيوية، لأنها بتمس الأولى بتمس الأرض والثانية بتمس الشعب، وديل البناء الدولة بيعتمد على الاثنين ديل كشيء مبدئي لدولة. أما المشكلة بتاعت ماليشيا كانت جزء من مؤسسة في الدولة، الجيش مؤسسة زي أي مؤسسة تانية، الجيش مؤسسة، جزء من المؤسسة دي اتمرد على المؤسسة دي، ما مشكلة بنيوية، دي مشكلة هيكلية في هيكلة الجيش. إذا كانت بنيوية كلمة زادة دار تستخدمها يا دكتور، معلش أعدل الحاجة دي، في بنيان الجيش، ودي ما بتعتبر من المشاكل البنيوية في الدولة، دي بتعتبر في المشاكل الهيكلية في هيكلة الجيش. والمشاكل الهيكلية دي باجتماعات بغيره، إذا كان الجيش مؤسس تأسيس جيد ما ممكن يخش في مشكلة هيكلية بالشكل زي ده. وبالتالي انت عندك فصيل صغيروني منك اتمرد، ده كونك تكتمه ولا كونك تعرف تحجمه او كده، دي مشكلة بسيطة. لكن كونك تبقيه حرب تدمر بها البلد وتدمر بها البنية التحتية وتقصف بها الناس بالطيران وغيره، دي هنا العبثية، دي العبثية بعينها، لأن المشاكل الهيكلية تسويتها سهلة. فأنا بعتبر الحرب حرب عبثية. بعد ذلك مشيت لقدام، اتكلمت عن بخلع كده وبانفعال عن المبادرة السعودية المقدرة. من البديهيات أنا كلمتك فوق قلت لك الحزب ده حزب بروفيشنال، حزب يعلمون ماذا يفعلون. يعني من البديهات أي حزب سياسي مدني تقدمي إنه يشيد بأي مبادرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات اللازمة وعرف المبادرات والأبواب الخلفية والحوار السري والحوار العلني ده أسلوب مشروع ومتعارف به يعني في عالم السياسة. ما عارف انت الخلعك فيه شنو، وما شايف لي اي سبب لانفعالك في تقديرها يعني. تاني جيت للنقطة بتاعت التفخيخ، قلت ده كلام مفخخ بانه اختراق الهدنة من الجانبين كان لاعتقالات وكده، ووقعت في تناقض. انت بالمناسبة تسجيلك ده تناقضاته كتير جدا، فانا حبتدي بتناقضاتك دي كل مرة اعرضها لك. انت اتكلمت قلت ما في وين الاعتقالات؟ طيب الاعتقالات بعدها جيت اتكلمت عن اعتقالات بيعمل قوات الدعم السريع. احنا عندنا دير سوا، اما نقول ما في اعتقالات، اول بيان قال ما في اعتقالات خلاص، او في اعتقالات خلاص، معناته سواء كان من الجيش او من الدعم السريع، ما مفصلين. فصل انت بطريقتك، انت هذا ما فصلته ولقيت انه في اعتقالات. لكن الكلمة الخبيثة في كلامك والكلمة المفخخة تماما اما قلت اعتقالات معاد القحاتة، وحارجع لك ليه.
اتكلمت عن اعتقالات المعاشيين بتاعت الجيش والسياسيين، واتكلمت عن التفتيش. انت الدعم السريع ده عامل حرب ولا عامل سماية؟ ما بفتش، لازم يفتشك، يمكن شايل سلاح، يمكن شايل حاجة. الناس دي في حرب. تاني حاجة السياسيين والمعاشين، ما دي في الحرب حيتغلوهم، يعني دايرين يسووا لهم شنو؟ ودي كلها كروت ضغط وكده، يعني كل ده شغال بكروت ضغط، يعني دي حرب يا اخواننا. انا ما عارف، انا ما زي الحاسي انك انت داير لك حرب بالهناي كده، والله اديني حرب واستبعد لي منها الاغتصاب، واستبعد لي منها التفتيش، واستبعد لي منها البتاع. ما في كلام زي ده. الحرب دي كتلة واحدة، جيم واحد، تشتري كامل، تشيله كامل، ولا تخليه كامل. ما فيه تنقي. داير حرب باخلاق، وداير حرب بشنو، داير حرب ما في. جوا الحرب دي كله في سرقه، في غيره، في غيره، في غيره، في غيره. بعدين جيب القوانين، تعال شوف الاساءة للاسرى منو، شوف السرق منو، شوف البتاع. لكن جوا الحرب دي خبط ساكت. اجي ارجع لك للكلمه المفخخه بتاعت معاد القحاته، السياسيين القحاته، ودي كلمه مفخخه وما بتشبهك. لكن دي انا برد عليك رد واحد بس، بيك انت ذاتك يا دكتور. يا دكتور انت دكتور محمد جلال هاشم، منظر، مثقف، سياسي، منظر لحركة الحلو، اهو بتعلق، بتكتب، بتعمل، ونجم، وموجود في الخرطوم. ليه ما اعتقلوك؟ انا بفتكر طالما انه في واحد زيك ما اعتقله، يبقى انه قصة القحاتة، معاد القحاتة دي مضروبة. انا بشكركم. بقيف لحد هنا. نحن عملنا تسجيل الاول للرد على الدكتور محمد جلال هاشم من جانب وليد معروف جاد الله، بلجيكا. ونلتقي في الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله.